لم يرد في لسان الشارع لا في الكتاب ولا في السنة أن النهي عن المنكر يعني إزالة المنكر، وإنما الذي قعد ذلك هم المبتدعة كالمعتزلة والخوارج. هذه معلومة جديدة. نعم. ما تسأل مني أنا توي أعرفها، يعني أنه الآن مو مطلوب أنه إزالة المنكر. لا بل إن تفسير وشرح معنى النهي عن المنكر وإزالة المنكر، وأنه يعني إزالة المنكر إطلاقا، هذا بحد ذاته هو انحراف عن منهج السلف الصالح في مفهوم النهي عن المنكر. بل إن الله جل وعلا بين في كتابه استحقاق اللعن وهو الطرد من رحمة الله لمن رأى المنكر فلم يغيره مع استطاعته لذلك. قال الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا.